السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا بصراحه كنت عيانه شي شويه، مازال غادي تشوفوها من حلقي، ولكن خرجت وقلت ضروري غادي نشارك معكم بعض المعلومات من هنايا من اورلاندو. نتمنى تعجبكم لا فيديو ديال اليوم، ما تنساوش تعطيونا لايك واشتراك وفرجه ممتعه. شوفوا هنايا الديكوراسيون ديال راس العام وداكشي، جايبين حوايج ديال البرد. حنا راه تبدا عندنا البرد وعاوتاني رجع الصهد. شوفوا كاينين هادو تيجيو بحال هكا بحال قميجات وغير هما سخان، دير ليهم قول 12 دولار. كاينين هادو بيان سور راه كاينين لي طاي، غير انا وقفت حدا الاكس ال. هادو تيجيو حتى هما سخان ديال البرد، تيكونوا مبطنين هادو صافي. كاينين لوينات واحد اخرين، كاين بزاف ديال انواع. هذه الجهه ديال الرجال. المهم انا نوريكم كل شيء. دو ما عرفت مالهم بيك سايز. دايرين ليهم 19 دولار كل 20 دولار. هادو كاينين هادو حتى هما هادو ديال الكارو. كل عام كيخرجوا على مود، خصوصا هنا في ميريكان كيلبسوا الكارو بزاف. شوفوا كاين هاد البلو زوين. كاينين هادو حتى هما بكمام ديال هادو تيشيرتات، يا ربي غير تيشيرتات بحال هكا دايرين. تيشيرتات دايرين ليهم واقيلا 7 دولار. كاينين هادو، شوفوا هادو راهم من الداخل دايرين بحال هكا ديال البرد. واخا هنا في الصراحه ما تيكونش عندنا البرد بزاف، ولكن كيقدر شي نهار مثلا نهار ولا يومين يكون البرد ومن موراه يكون الجو عادي، او اللي يقدر يكون البرد غير في النهار. بغيت نقول غير في الصباح بكري زعما، وسط النهار كيسخن الجو. ها هما هاد الهوديز حتى هما بالقبيب ديالهم دايرين ليهم 34 دولار ولا 35 دولار. نمشيو للجهه ديال الدراري الصغار. كاينين هادو ديال الدراري الصغار، فيهم هاد اللون وهاد اللون. هادو بالنسبه للبنات دايرين ليهم 15 دولار، مهم 14.98. كاينين هادو حتى هما هاد اللوينات زوينين. شوفوا كي دايرين من الداخل، زوينين. هاد الشكل وهاد الشكل. هادو حتى هما يا بويز واقيلا ديال الوليدات. بصراحه هاد الوالين يلبسوا كلشي. دايرين ليهم حتى هما 15 دولار تقريبا. كاينين هادو ديال الجاكار، هادو زوينين حتى هما سخيخنين مقطنين، تيجيو بحال هكا في اللبسه. بصراحه كينفعوا هادو بزاف. دايرين ليهم حتى هما نقول 15 دولار، راهي 14.98. شي حاجه دايرين ليها 10 ولا 11، ما عرفتش شناهي بالضبط. وقيلا هادو ديال لي بيبي. هادو حتى هما كينفعوا بصراحه، هادو بزاف كمام، فيهم طرطقات من التحت. شحال فيها من بياسه؟ هادو 5 البياسات، سحب لي 6. كاينين البيجامات، كاين اللي ب8 دولار، كاين اللي ب10. وهاد البيجامات الصراحه كيصدقوا ديالهم، القطن ديالهم زوين، واخا كيتصبنوا كيبقاو زوينين ما كيدبلوش دغيا. وبيان سور قطن يعني توبهم زوين. شوفوا هذا بالنسبه للبنيتات. كاين هاد اللويان، كاين هاد اللويان، الثمن ديالهم نقول 11 دولار. بالنسبه للدراري كاين هذا غارسون، كاين هذا عاوتاني. ليليا ما تبعديش عليا، اجي هنايا. شوفوا كاينين هادو لي باربوتوز ديال لي بيبي، حتى دايرينهم حتى 4 سنين. كاينه حتى طاي 4 دايرين ليهم 6 دولار، 6 ونص. فوت باجاما. هادو اللي تيكون عندهم رجلين هما هادو. شتو تيكونوا زويونين.
المهم راه تبارك الله راه كاين الخير هنايا. تما جايبين مونطوات، جواكط، كسيوات، حوايج البرد. نمشيو نشوفو ديك الجهه شنو فيها عاوتاني. بالنسبه للعيالات كاين هاد لي سورفيت كيديروا له هو بوحدو والسروال بوحدو، يعني الا بغيتي تاخدي غير حاجه وحده كتاخديها. كل بياسه دايرين ليها 17 دولار. فيهم هاد لا كولور زوين، هاد لا كولور فنه، هاد لا كولور. وهما بصراحه دومي سيزون ماشي زعما ضروري ديال البرد. شوفوا ها هو الفوق ديالها كاين فيهم الفيغ بوتي، فيهم هاد اللوينات هادو. جايبين حتى كبيبطات ديال البرد، شوفوا زوينين. هادوك لي شوميز الكارو دايرين ليهم 14 دولار. هادو دايرين ليهم 22.64. هاد الكبيبطات هادو بصراحه ابي زويونين. مي كتعرفوا الحوايج راه دغيا كيتخسروا في الصابون. هاد الجهه دايرين فيها هادو حتى هما تيكونوا زوينين، حيت هادو ما سخنش بزاف. دونك اللي ما كتستحملش الصوف بحالي هادو راه ينفعوها. دايرين لهم 17 دولار. كاينين لي كاب البنات اللي كيبغيو يشريو كادوات يديو معاهم شي حاجه، الا عندهم شي مرا كبيره في العائله ولا هذا كيبغيو لي كاب. شوفوا راهم جايبينهم هنايا دايرين لهم 15 دولار. زويون هاد اللون هذا، وكيتلبس تيجي حتى هو ابي، ماشي ضروري بالنسبه للعيالات الكبار، حتى لي جون تيقدروا يلبسوا هذا مع دي شوميز بلانش. شوفوا هاد اللون حتى هو غزال. كاين اللي كدير سانتور تما الوسط، كيديروا سانتور في الحزام وكيجي زوين حتى مع البيض. هنايا المانكا لابسه مع الكحل، مي حتى مع البيض كيجي زوين. جايبين لي سورفيت دايرين ليهم عليهم 30 دولار. هاد اندر ارمر، هاد لا مارك هادي راها معروفه. فيهم اللوان بينك، جرين، غراي وبلاك. وها هما السراول ديالهم، تيديروا كل حاجه والثمن ديالها. شوفوا جايبين واحد السراول ديال المبره ومبطنين من الداخل، عرفتي غزالين. حتى لا سانتور ديالهم زوينه، مخدومه زوين. خصكم تعرفوا بان هاد الحوايج اللي كيكونوا هكا في لي سوبر مارشي راه ماشي زعما شي كاليتي. بالحق بعض المرات كتلقاو شي هميزات. شوفوا حتى هادو غزالين، بالقب ديالهم زوينين. اللي زوين فيهم هو هاد التبطين ديالهم ماشي صوفه، دونك فاش كتلبسيهم كتبقاي اليز. فيهم البلو، الخضر، غرانا. وهاد السريولات هادو تما فيهم لي كولور، فيهم حتى اليهود ديالهم. ها هما هي الفوقانيين ديالهم دايرين ليهم هاد الفوقاني ب20 دولار. المهم هما دايرين 19 فصيله. انا راه كنماجوري ليكم. شوفوا فيه بحال الكول، والسراول دايرينهم ب17. شوفوا الداخل كي داير. حتى هما بحال السراول بصراحه غزالين. المهم البنات ها هو الجديد. اللي باغا الجديد تمشي لسامس كلوب اللي حداها. هنايا هاد المافين كنا كناخذهم ب4 دولار، وهذه واحد 4 شهور واقيلا ردوهم ب7. دابا راهم داروا ليهم 5.87، نقصوا منهم شويه. بصراحه هاد المافين ديال هادو والكرواسه ديالهم زويونه. شوفوا واحد المعلومه، فاش تبغيو تاخذوا هاد الشيء من السوبر مارشي بقاو ديما تشوفوا هنايا هاد البروسيس، تشوفوا اناضات. بحال دابا حنايا 17 نوفمبر، يعني هادو ديال هاد النهار. غتلقاو واحد اخرين فيهم 16 ولا 15 ديال البارح، باش تاخذوا شي حاجه جديده في كاع هادشي ديال البيكري. هنايا بالنسبه للكفته حلال راه كاينه في سامس كلوب. ها هي حلال فين مكتوبه، وها هي كاينه هاد الموف
فيها غير 7% فات ديال الدهنيات، فيها غير 7%، كتكون ناشفه ما كتجي زوينه. وكاينه هذه فيها 15%، هذه كتجي زوينه. هانتوما ها هي حلال. وهذه راه كتكون ثلاثه ديال هادو. الثمن ديالها $6.17. واللحم ها هو حتى هو عندهم هنايا حلال. وهادوك هادوك لا هادوك سمحوا لي، هادو هايا حلال. وهادو تاعي هايا ثمن $6.48. شوف كاين هادو تا هما راه كياخدوهم بزاف، اصلا بلاصتهم بقات فيها غير هادي، تا هما راه حلال. سالينا من صامس. Car is moving at the same time as us. يس مازال خصني ندوز للمكتبه نرد شي كتب نسيتهم من نهار الجمعه، هما عندي في الطوموبيل. واخا هذه الخمسه باقي الحال. بالحق هما واخا كيسدوا كنقدروا نحطوهم غير من على برا. امير، بما ان مازال عندي طريق طويله قلت غادي نشاركها معكم. بزاف الناس كيبغيو يعرفوا كيفاش دايره اورلاندو المدينه الواقعيه، وفي نفس الوقت نعاود لكم القصه ديالي مع الهجره وكيفاش حتى جينا لاورلاندو وكيفاش دازت هذه المغامره كامله. ما نكذبش عليكم، انا كنت من النوع ديال الناس اللي ما كنفكرش نهائيا في الهجره. حتى ل 2018 عاد بدات كتكون عندي الفكره ديال نعيش في شي بلاد اخر من غير المغرب، والصراحه كانت ميريكان هي اخر بلاد كنفكر فيها. حنا من شحال هذه وحنا كندفعوا القرعه العشوائيه، مي كندفعوا بواحد الطريقه عشوائيه خلاوها حتى همايا. راجلي اللي كانت عنده هذه الفكره باش يجي هنايا حيت كانوا عنده خوالو هنا وكان كيعرف على بزاف على امريكان، وكان عنده الحلم ديال يهاجر، وكان كيقلب حتى في صراحه على كندا وكيوجد الدوسي ديال لونطري اكسبريس ديال كندا. مي انا كنت اخر همي هو نقلب نشوف واش نجحت واش مربحت، كنت كندفع غير على ود راجلي وصافي. جات واحد الوقيته اللي هو صافي استقر في الخدمه ديالو، انا راجلي في المغرب كان موظف، ومن بعد ولدنا بنيتنا الاولى وصافي ما بقاش كيدفع وما بقيناش نهائيا كنتسوقوا لهذا الموضوع ديال الهجره ولا ديال القرعه نهائيا. حتى 2020 من ورا ما جلست من الخدمه تما فاش وليت كنشوف بان نظره المجتمع كامله كتبدل فاش كتكون المراه ما خداماش، وكيوليو يبانوا لك شي حوايج ما كانوش كيبانوا لك من قبل. تما فين تكونت عندي هذيك الفكره عاوتاني ديال الهجره، وانا اقترحت على راجلي باش نشاركوا هذا داك العام يعني في 2022 باش نعاودوا ندفعوا القرعه. كنا يلاه صوبنا الباسبورات ديالنا لينا ولبنتنا، وكانوا هذاك العام شرطين ضروري يكون الباسبور باش تسجل في القرعه، وتسجلنا في اخر نهار ديال التسجيل هو اللي حنا تسجلنا فيه. سبحان الله داز الوقت ونسينا راسنا كاع واش حنايا مسجلين. ومره كنتفكر وتنقول يا ربي الا كان فيها الخير لينا يا ربي كتبها صافي، زعما فقط هذه هي الحاجه الوحيده اللي كانت. ومن بعد فاش كانوا النتائج ديال القرعه العشوائيه الامريكيه اللي تيكونوا في ماي عاده، كنتفاجئ بان الاسم ديالي كاين من ضمن الناجحين، وبصراحه كانت واحد الصدمه كبيره اكثر من هي فرحه. اولا ما عرفتش صراحه هذاك الشعور شنو هو. حنايا قلنا صافي ما كاين لاش نمشيو، الحياه ديالنا مستقره في المغرب. ما غاديش نقول لكم حنا كانت عندنا واحد الحياه طوب وواعره وكنا لاباس علينا، ولكن كنا بحال جميع لي كوبل الصغار المغاربه، عندنا دويرتنا طوموبيلتنا كنسافروا الى قدينا، عايشين ترانكيل. بنتنا مقيده في مدرسه بريفي، انا ديك الساعات كنت رجعت نخدم حتى انا خدامه في البريفي. صافي يعني كانت واحد الحياه بسيطه. راجلي عنده عائلته هنايا في اورلاندو، بيان سور قالها لخالو، قال لي ما غاديش تفكر جوج ديال المرات، ضروري غادي تجي، لان القرايه بالنسبه لبنتك ولا التعليم ولا الصحه هنايا راه احسن ب10 مرات. وبصراحه حتى انا ولات كتجيني واحد الافكار غريبه عجيبه. كنت بعدا فاش كنفيق الصباح كنبقى كنسول راسي كنقول واش بصح انايا نجحت في القرعه، واش بصح راه هذه شي حاجه زعما اللي الناس كيتسناوها وكيدفعوا بزاف ديال السنوات وكيكونوا كينتظروا في هذه الهجره هذه، وانا جاتني ونسمح فيها.
ومن تما ولا عندي واحد الفضول ديال الميريكان وديال شنو هي هاد العيشه ديال الهجره، شنو هو الهجره. بديت كنقلب كنشوف فيديوهات على هاد المواضيع، كنهضر مع ناس. العجيب في الامر هو في لونطوغاج ديالنا، في الوسط ديالنا كانوا بزاف ديال الناس اللي هما نجحوا في القرعه ومشاو. يعني كان عندنا هاد الموضوع كاين، ماشي شي حاجه اللي عمرنا ما شفناها. دونك كما قلت لكم وليت كنقلب بشويه بشويه، ولا عندي هذاك الحلم الامريكي، تكونت عندي هذيك الفكره وهذاك الحلم، ووليت كنتسنى غير فوقاش يوصلني هذاك الموعد ديال الانترفيو باش حتى حنايا نعيشوا هذا الحلم الامريكي. صافي مع الوقت ومع الحياه، راكم عارفين لا روتين ديال الحياه، نسينا الموضوع. بيان سور ديما مفكرين بان حنا راحنا ناجحين، ولكن ما حد مازال ما وصلناش هذاك الغونديفو ديال الانترفيو، راه مازال حتى شي حاجه ما كاينه. بقينا عليه عام ونص وحنا كنتسناو، وكنا من الناس اللي كان عندهم الكيس نمبر كبير، دونك ما وصلناش للغونديفو ديال الانترفيو بكري. بلاتي بعدا واحد المعلومه مهمه نسيت ما نقولها لكم، وهو فاش كتنجحوا في القرعه والسميه ديالكم كطلع، ضروري خصكم تعمروا هذاك الدي اس على حسب السنه اللي ربحتوا فيها. مثلا حنا كان عندنا دي اس 23 حيت ربحنا في 2023، دونك نتوما يكون عندكم الدي اس وهذيك السنه اللي نتوما ربحتوا فيها. صافي من موراها هو فاش كتسنى الموعد ديال الانترفيو مع القنصليه، وهذاك الدور ديال التعمار ديال الدي اس كل ما تعطلتوا على التعمار ديالو كل ما تيكون الكيس نمبر ديالكم او الرقم التسلسلي ديالكم كبير، وكل ما كتبقاو تسناو باش يوصلكم الانترفيو. صافي من موراها اول ما وصلنا الموعد ديال القنصليه ديال الانترفيو ديال الفيزا ديال الهجره، مازال عاقله كان في الاخر ديال رمضان. اول حاجه درنا هي بدينا كنوجدوا الوثائق اللي خصنا نترجموا. يعني الترجمه ديال الوثائق خاصها تكون عند واحد المترجم محلف. الاسماء ديال المترجمين وديال الدكاتره اللي كيعترفوا بهم في القنصليه راه تيكونوا كاتبين الاسماء ديالهم عندهم في السيت، دونك خاصكم تشوفوا واش المدينه ديالكم فيها ولا لا. المهم حنا كنا عايشين في الرباط، يعني كلهم كانوا وحدانا. الطبيبه اللي كانت في كازا، وكنا مشينا حتى لعندها باش ناخذوا الرونديفو حيت ما كانوش كيجاوبوا في التليفون. المهم قلت لكم اول حاجه هي ترجمنا الوثائق. مازال كنعقل انا وراجلي وبنتي تقامت علينا الترجمه ب 2800 درهم. واحد المعلومه حتى هي بين قوسين نقولها لكم، راه ما كياخذوش من عندكم الوثائق اللي اعلى من الباك، بغيت نقول الدبلومات اللي فوق من الباك ما كياخذوهمش عندكم في القنصليه، دونك الا ما بغيتوش ترجموهم في ديك الساعات ما ترجموهمش. وصافي ومن موراها خدينا الموعد ديال الدكتوره. كاينين جوج ديال الحالات بالنسبه للموعد ديال الدكتوره، يا اما كيجيكم الموعد قبل من الغونديفو ديالكم ديال القنصليه، واما من بعد منه، وهذا راه ماشي مشكل. راه كاين اللي كيدوز لونتروتيان وحتى كيقولوا ليه راه تقبلتي، عاد كيمشي يدوز الغونديفو ديال الطبيب، وعاد كيصيفط لهم هذاك الملف الطبي مسدود، كيصيفطوا لهم وقيله في اغاميكس ولا شي حاجه باش كيتسنى الباسبور ديالو تطبع به الفيزا. هادشي اللي كان صراحه كانت واحد الرحله اللي هي طويله، وكانوا واحد الاحاسيس اللي هما في شكل خاصك في نفس الوقت تكمل حياتك وتعيش الروتين ديالك والكوتيديان ديالك، وفي نفس الوقت توجد لواحد الحياه جديده والهجره اللي كتطلب بزاف ديال المجهود. واحد الغلط حنايا درناه الصراحه ما بغيتكمش تطيحوا فيه، الواحد خصو يقلب مزيان مزيان. حنا بحكم بان العائله كاين هنايا في اورلاندو، وبان عرفنا بان هذاك هو المستضيف، اوتوماتيكمون كنا دايرين في بالنا بان غادي نجيو هنايا. كنا كنقلبوا كنبحثوا، ولكن كان واحد البحث اللي هو ماشي عميق. وصراحه اورلاندو واحد المدينه اللي هي زوينه بزاف، وفيها ما يتشاف وفيها فين تخرج، وكوميونيتي مسلمه وعربيه فيها بزاف، ولكن واحد المدينه اللي هي غاليه وما فيهاش مواصلات. دونك الواحد اللي يجي جديد من الاحسن يشوف شي مدينه تكون كبيره، يكون فيها مثلا ترامواي، ولا يكون فيها طوبيسات موجودين، او على الاقل غير الطاكسيات، حيتاش بصح 6 شهور الاولى دازت علينا واحد تجربه اللي هي قاصحه بزاف. وباختصار هادو هما المراحل اللي دوزت مع القصه ديالي في الهجره لامريكا. اول حاجه كنت ما معولاش نهائيا ولا ما كنفكرش في الهجره، حتى ولات عندي هذيك الفكره وتولد عندي هذاك الحلم من بعد. سبحان الله العظيم فاش كتكون مكتبه لك شي حاجه راه كتكون مكتبه لك. بالصدفه كنا صوبنا الباسبورات، وكانت اخر نهار ديال دفع القرعه قررت انا وراجلي باش نجرب وحدنا هذاك العام اللي كنا حابسين ما كندفعوش واحد 4 سنين. ومن بعد
بعد كنت من المحظوظين والسميه ديالي كانت من بين الفائزين في القرعه العشوائيه ديال 2023. صافي من موراها بصح كان عندنا واحد التردد وما كناش ناويين نجيو، ولكن صافي قررنا باش نعمروا هذاك الدائس، حيتاش الندامه على شي حاجه ما جربتيهاش اصعب من الندامه على شي حاجه جربتيها ومثلا وما استقاتش ولا فشلتي فيها. ومن بعد من مورا انتظار ديال عام ونص توصلنا بالموعد ديال الانترفيو في القنصليه الامريكيه. خدينا الموعد مع الدكتوره اللي حتى هو خديناه بمشقه الانفس، وترجمنا الوثائق وجبنا الوثائق كامله الاصليه مثلا ديال عقود الازدياد. صافي من موراها الحمد لله داز هذاك الانترفيو بكل سلاسه، وبدينا كنوجدوا راسنا باش غادي نجيو. واحد الخطا كيديروه بعض الناس ودرناه حتى حنايا ومبغيتش ناس اخرين حتى هما يوقعوا فيه، فاش كيطلبوا لكم الفيزا ديال الهجره راه كتكون عندها واحد المده محدوده، غالبا كتكون واقيلا 6 شهور. اغلبيه ديالنا كنبقاو حتى لذاك الشهر الاخر ولا شهرين الاخر عاد كنجيو الامريكان، وهو في الواقع الواحد خصو يجي في هذاك الشهر الاول اللي تطبعات ليه، حيت الواحد ما كيكونش عارف راسو شنو مخبيه ليه هاد البلاد. واخا كاع تقلبوا وتسولوا ويكون عندكم شي حد ديال العائله هنايا اللي غادي تجيب عنده، راه تيكونوا افات في الدنيا وكاين بزاف ديال الحوايج كيقدروا يوقعوا. داكشي علاش الواحد يجيب في يديه الوقت وتكون باقي عنده الفيزا ديالو في يديه. كاين بزاف ديال الرجال اللي كيبغيو يجيو هما الاولين، او حتى ديال العيالات راه كاينين كتجي هي الاولى باش تخدم وتكري، عاد كيلحقوا عليها راجلها ووليداتها. فاش كتكون خليتو غير واحد شويه ديال المده في الفيزا دغيا كتحرق لكم وكتضيعوا الوقت. والمهم كانت هذه هي القصه ديالي مع الهجره. نتمنى هذه القصه تقدر تعطي الالهام لشي وحده او الامل لشي وحده. وخصكم تعرفوا بان راه اللي مكتب ليه الله شي حاجه راه غادي توصل حتى ليه، والا بعد عليكم الله شي حاجه عرفوا راه ما فيهاش لكم الخير. بصح امريكا كانت كتبان لنا شي حاجه واو وشي حاجه طوب والحلم الامريكي اللي كيهضر عليه كلشي، مي فاش كتجي كتكتشف شي حوايج في الصراحه نخلي اي واحد عنده هذا الحلم الامريكي حتى يجي ويكتشفه من راسو. المهم هنايا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. نتلاقاكم ان شاء الله في الفيديو المقبل، وما تنساوش خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق وقولوا لي شنو هما المواضيع اللي تبغيوني نهضر معكم فيهم في هذه القناه. بسلام عليكم.